بيبدأ الفيلم في الغابة دي بالليل والكل بيكون رايح في النوم، وأول ما بيطلع النهار بيجي خبر للغابة كلها. بيجروا وبنلاقي الأرنب ده بيحاول يصحي البومة وبيقول له اصحى اصحى الأمير الجديد اتولد، تعال نروح نشوفه. وكلهم بيجروا لحد لما بيشوفوا الأمير، والكل بيكون في منتهى السعادة، والكل بيهني أم الأمير وبيرحبوا بالأمير الجديد. والبتاع ده بيحاول يهزر معاه ولكن بيخاف منه، وساعتها الأمير بيحاول يقف على رجليه، ولكن الأرنب المتحشر ده بيحاول يتعرف عليه وبيبقى فرحان بيه قوي وبيقول ده مش عارف يقف وهيقع. فأمه بتزعق له وبتقول له خباط بابا قال ايه؟ فبيقول لها دي الحقيقة يا ماما. وفعلا بيقع الأمير والكل بيضحك عليه، لكن البومة بيقول لهم الأمير شكله عايز ينام، لازم نسيبه شوية. ولكن الكل ما بيكونش عايز يمشي من سبب فرحتهم بالأمير الجديد، ولكن البومة بيمشيهم واحد واحد. وخباط بيكون مستغرب جدا منه وبيسألها يا ترى هتسميه ايه؟ فبتقول له هسميه بامبي. فبيقول لها ده اسم جميل جدا يعني. وساعتها بنشوف ابوه بيراقبهم من بعيد، وبعدها بنشوف بامبي وهو بيتمشى مع امه في الغابة، وبيكون لسه مش عارف يمشي كويس، وبيكون مستغرب من كل حاجة حواليه، وكل ما يقابل حد بيكون مبسوط بيه جدا. وهو ماشي بيتكعبل في غصن الشجرة ده، الكل بيجري عليه. فخباط بيقول لأم الأمير هو اتعور؟ فبتقول له لا هو كويس. وطبعا خباط مش بيسكت وبيقول لها ياه ده لسه مش بيعرف يمشي يا عيني. امه بتزعق له وبتقول له ابوك قالك ايه النهارده؟ فبيقول لها لو مش هتقول حاجة لطيفة يبقى ما تتكلمش خالص. وبعدها كلهم بيشجعوا بامبي ان هو يحاول يقف تاني، وفعلا بامبي بينجح وبيقف من تاني، وبيبدأ يتمشى هو والارانب الصغيرة. ولكن وهو ماشي في الطريق بيلاقي المطب عالي قدامه، وبكل رشاقة بيعرف ينزل من عليه. وبيقف خباط عند جذع الشجرة وبيقول له انا بخبط علشان كده مسميني خباط. وبيعدوا كلهم من جذع الشجرة، وبامبي بيعمل زيهم وبيكونوا في منتهى السعادة. وبعدها بيلاقي بامبي جذع شجرة وكلهم بيعدوا من عليه الا هو بيكون مش عارف، لكن خباط بيشجعه وبيقول له يلا يا عم عدي دي سهلة جدا. وكلهم بيحاولوا يعلموه ينط ازاي، وفعلا بامبي بيحاول ولكن ما بيعرفش وبيقع. فخباط بيقول له انت لازم تنط من بعيد شوية، ولكن بيتكعبل في رجله التانية وبيفضل يجري لحد لما بيقع على خباط. فبيقول له خباط ليه كده؟ ما انت كنت ماشي كويس. وهم في الطريق بامبي بيشوف العصافير دي وهم بياكلوا، فبيستغرب جدا ويبص لخباط. فخباط بيقول له ده اسمه عصفور، وبامبي بيكرر وراه الكلام، والكل بيفرح جدا لان بامبي بيحاول يتكلم. وطبعا خباط بيقول له لا يا بامبي قولها صح اسمها عصفور. بامبي بيكرر وراه، والعصافير بتكون مبسوطة جدا انه بيحاول يقول اسمهم، وبيقول له قول تاني يا بامبي. وفعلا بينجح بامبي ان هو يقولها، وكلهم بيروحوا لأم بامبي علشان يبلغوها الخبر السعيد ده ان بامبي بيتكلم. وبيشوف بامبي فراشة ما بيكونش عارف دي ايه، وبيفضل يمشي وراها وبيقول لها عصفور، لكن خباط بيقول له لا يا بامبي دي فراشة، وبيفضل يكرر وراه. فبيلاقي زهرة فبيبص لها وبيقول لها فراشة، لكن خباط بيقول له ده انت غبي بقى، وبيقول له لا دي زهرة. فبيقول له دي زهرة جميلة، وبيشم فيها. فبامبي بيعمل زيه، ومرة واحدة بيلاقي الكائن ده قدامه. فبامبي بيقول له زهرة. خباط بيكون لسه هيضحك ولسه هيقول له دي مش زهرة، لكن بيقول له لا قول لي زهرة انا مش هزعل. فبامبي بيقول لها زهرة وكمان زهرة جميلة، فبيتكسف جدا وبيفرح من كلامه. وبعدها بامبي وخباط بيتمشوا مع بعض، ولكن الليل بيجي وبيكون في رعد، بيخافوا جدا وبيقول له خباط احنا لازم نروح. وبنشوف بامبي وهو بيجري على امه، فبتاخده في حضنها وبيناموا هما الاتنين. لكن بامبي بيصحى على صوت المطر على اوراق الشجر وهي بتعمل نغمات جميلة، والكل بيستخبى لحد لما النهار بيطلع. ساعتها بامبي بيعرف ينام. وتاني يوم بنشوف بامبي وهو بيسأل امه وبيقول لها النهارده احنا هنعمل ايه؟ فبتقول له هنروح لارض المراعي. فبيقول لها طب وليه ما رحناش قبل كده؟ فبتقول له علشان قبل كده انت كنت صغير لكن دلوقتي انت كبرت. فبيقول لها انا عرفت ان في غزلان كتير قوي هناك، خباط قال لي كل حاجه. فبتقول له هو عنده حق، فعلا في غزلان كتير وهيجي اليوم ونشوفهم. بيوصلوا للارض وبامبي بيجري ناحيتهم، ولكن امه بتوقفه وبتقول له ما ينفعش تجري كده في الارض، يمكن يكون في خطر حواليك، خليك انت هنا وانا هخرج اشوف الدنيا ولو امان هناديلك. وبتسيبه وبتمشي وبتفضل تراقب اي خطر حواليها، ولما ما بتلاقيش حاجه بتنده لبامبي بيروح لها وبيفضلوا يجروا ويلعبوا مع بعض وبيكونوا في منتهى السعاده. وبنشوف على النهر البطه دي واطفالها الصغيرين، لكن بتكون في بطه صغيره خايفه تنزل النهر، لكن بامبي بيكسر الخوف ده وبيساعدها تنزل، وبيفضل يتنطط لحد لما بيقابل الارانب دي وهم بياكلوا. فبامبي بيسالهم هو انتوا بتاكلوا ايه؟ فبيقولوا له احنا بناكل برسيم. وخباط بيقول له ده لذيذ قوي ما تيجي تجربه يا عم. بيكون لسه هياكل، ولكن خباط بيقول له كل دي احلى من البرسيم بكتير. ولكن ام خباط بتزعق له وبتقول له بابا قال ايه؟ فبيقول لها قال ان البرسيم فوائده كتيره، بيعمل رجل كبيره وودان طويله بس طعمه اوحش من الجرجير. وبيقول لي بامبي الحته الاخيره دي من تاليفي انا.
هنا. فبامبي بيشوف ضفدع بينط وراه لحد ما بيوصل للبحيرة دي. بيبص في المية والأول مرة بامبي بيشوف نفسه، ولكن مش بيشوف نفسه بس، ده كمان بيشوف القمر دي. والأول مرة بامبي يشوف فيها غزالة غيره، وهي بتحاول تقرب منه ولكن بامبي بيخاف وبيبعد عنها وبياخدها جري على أمه. فأمه بتفضل تضحك وبتعرفهم على بعض وبتقول له يلا بقى يا بامبي روح سلم على ريم، ولكن ما بيرضاش. فريم هي اللي بتروح له وبتسلم عليه ولكن ما بيردش عليها. فأمه بتقول له يا ابني رد عليها، فبيشاور لها وبيقول لها لا. فأمه بتزقه وبتقول له يلا سلم عليها، وبالعافية بامبي بيقول لها أهلا. ريم بتفرح جدا وبتهزر معاه لحد لما بتوقعه في المية، وبنلاحظ إن بامبي بيكون متضايق منها جدا. فبيفضلوا يجروا ورا بعض لحد لما بيشوفوا قطيع من الغزلان، فبيجري ناحيتهم وكمان بيشوف 2 من الغزلان بيتخانقوا مع بعض بقرونهم. فبامبي طبعا بيقلد الموضوع ده مع ريم، ولكن ريم بتجري منه وبتقول له يا ابني انا بنت. وبيلاقي بامبي القطيع جاي ناحيته فبيستخبى منهم بسرعة، وبعدها بيروح وراهم لحد لما كلهم بيقفوا قدام الملك. وبيقرب الملك ناحية بامبي والملك بيفضل باصص لبامبي، فبيقول له امه هو ليه باصص عليا وليه كلهم وقفوا اول لما جه؟ فبتقول له لانه كلهم بيحترموه لانه الاكبر في السن والشجاعة وحكيم جدا، علشان كده بيسموه امير الغابة. وبنروح للامير وهو واقف لوحده، وفجأة بيسمع صوت الغربان وكأنه انذار لخطر. فبيجري الامير ووراه كل الغزلان، لكن بامبي بيكون تايه من امه. فالامير بيروح له وبيمشي معاه، وفجأة بنسمع صوت ضرب نار. ولما بامبي بيرجع لامه بيقول لها احنا ليه كلنا جرينا مرة واحدة؟ فبتقوله لان الانسان كان في الغابة وبيجي الشتاء. وبيستغرب بامبي جدا وبيسأل امه هو ايه اللون الابيض ده؟ فبتقوله ده التلج بيجي لما الشتاء بيجي. وبيروح بامبي ناحية التلج وبيتمشى فيه، وبيستغرب جدا من اثار رجليه في التلج، وبيفضل يلعب في التلج وهو مبسوط لحد لما بيجي خباط وبيقول له بص يا بامبي انا هعمل ايه دلوقتي؟ وبيتزحلق على التلج. فبامبي بيحاول يعمل زيه ولكن ما بيعرفش، فخباط بيساعده لحد لما بيقف على التلج، ولكن برضه بامبي ما بيعرفش يمسك نفسه وبيقع في التلج. وساعتها بيلاقوا زهرة نايمة، فخباط بيصحيه وبيقول له يا عم انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له كنت بعمل بيات شتوي لان كل الزهور بتنام في الشتاء وبيرجع يتخمد تاني، وبيكون جو الشتاء صعب جدا وكل الغزلان بياكلوا من جذع الشجر. وبنشوف بامبي وهو بيسأل امه هو الشتاء ده هيطول؟ فبتقول له مش قوي بس الشتاء حلو. فبيقول لها بس انا هموت من الجوع. فبتفضل تحفر في التلج لحد لما بتطلع العشب ده وبتخلي بامبي ياكل منه، ولكن بتحس ان في خطر حواليها. فبتقول لبامبي يلا نروح بسرعة للغابة، وبيفضلوا يجروا وبنسمع ساعتها صوت ضرب نار. فالام بتخاف اكتر وبتفضل تقول لبامبي اجري وما تبصش وراك. فبيسمع بامبي الكلام وبيفضل يجري باقصى سرعه وهو بيقول احنا عايشين يا بشر. بيبص وراه ولكن ما بيلاقيش امه، فبيفضل ينادي عليها وبيكون في منتهى الحزن. بيقعد على جنب وبيفضل يعيط، فبيلاقي الملك في وشه وبيقول له امك من النهارده مش هتكون معاه. فبامبي بيعيط اكتر وبيكون زعلان جدا عليها، والملك بيقول له تعالى معايا. وبيجي الربيع والكل بيكون فرحان والعصافير بتغني والكل بيرقص. بيصحوا البومه على صوتهم، فبيزعق لهم وبيقول لهم بطلوا دوشه، وبيحاول يسكتهم ولكن ما بيعرفش. وبيروح على جذع شجره تاني وبيحاول ينام، ولكن في غزاله بتيجي وبتفضل تخبط في الشجره. فالبومه بيزعق له وبيقول له يا عم امشي من هنا. فبيقول له اهلا بك يا ابو الصحاب، انت مش فاكرني ولا ايه؟ فبيركز شويه وبيقول له مين؟ بامبي؟ مش معقول، بس انت شكلك اتغير قوي، والله كنت لسه بسأل نفسي من يومين هو ايه اللي حصل لك، ولا انت فين، ولا عايش ازاي؟ وبنشوف خباط وهو كمان كبر وبيسلم على بامبي، لكن بامبي ما بيكونش عارفه لكن بيعرفه لما بيخبط. وبنشوف كمان زهرة وبيشوفوا كلهم عصفورين بيجروا ورا بعض. بيسألوا البومة هما بيعملوا كده ليه؟ فبيقول لهم ده عيد الحب. فالكل ما بيكونش فاهم يعني ايه، فبيقول لهم بصوا انا هشرح لكم. ده بيبقى احساس مرعب، هتحس انك طاير وماشي على الهوا، ويستحسن تخلوا بالكم لانه ممكن يحصل لاي حد فيكم، وساعتها مع السلامه باي باي. فكلهم بيقولوا ده استحاله يحصل لنا، احنا هناخد بالنا. وبيسيبوه وبيمشوا، وهما في الطريق بيشوف زهره عيون وسط الورد، وفجاه بتطلع وبتسلم عليه. وطبعا الاستاذ كسفنا طول عمره وبيبقى مكسوف جدا. وكمان في حاجه كده بتحصل مش هوريها لك، وطبعا من كتر الكسوف وشه بيجيب الوان. وساعتها خباط بيقول له اهو حصل له الحب، وبيسيبوه وبيمشوا. وهما في الطريق هو وبامبي بيشوف ارنبه جميله جدا، بيفتح بقه وبيفضل باصص لها، فبتشاور له بالطريقه دي، والفنانه بتقرب منه وهو بيفضل يخبط في الارض. ونفس الحاجه اللي حصلت قبل كده بتحصل من تاني وبيغمى عليه. بامبي بيشوفه وبيقول ياه انت كمان، وبيسيبه وبيمشي. بيروح للنهر وبيشرب ميه، فبتجيله غزاله وبتقول له انت مش فاكرني يا بامبي، انا ريم. فبامبي بيتكسف منها وبيبعد عنها، ولما بتقرب منه
انه بيحصل له زي اصحابه، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض لحد لما بيظهر غزالة تانية واللي بيكون اصلا معجب بريم وما بيكونش عايز بامبي يقرب منها، فبيقرب منهم وبياخد ريم وبيمشي. ولكن طبعا بامبي بيتضايق جدا، فبيروح له وبيقول له انت مش شايف انها واقفه مع راجل ولا ايه؟ ولكن الغزاله بيقول له لا مش شايف، وبيزق يوقعه في الارض. وبنلاحظ كده ان الغزاله التانية بتبقى اقوى من بامبي شويه، ولكن طبعا بامبي ما بيسكتلهوش وبيوقعه في الميه وبياخد ريم وبيمشي، وبيفضلوا طول اليوم مع بعض. بيجي الليل وبنشوفهم وهم نايمين، ولكن بامبي بيصحى وبيفضل يمشي لحد لما بيقف في مكان عالي بيبص على الشلال من بعيد. ومره واحده بيجي الملك وبيقول له ما الانسان رجع تاني للغابه، لكن المره دي بيكون عددهم كبير ولازم نروح لوسط الغابه في اسرع وقت. لكن بامبي بيروح لريم ولكن بيلاقيها بتدور عليه وكانت قلقانه جدا لا يكون حصل له حاجه. والغربان بتبلغ كل اللي في الغابه ان في انسان موجود قريب منهم، والكل بيبدا يتحرك لوسط الغابه. وفي واحده من البط بتخاف جدا فبتاخدها طيران، ولكن الانسان بيشوفها وبيخلص عليها وبنسمع صوت ضرب النار. الكل بيخاف جدا وبيجروا للغابه الا ريم اللي بتفضل تدور على بامبي، ولكن بيشوفوها كلاب متوحشه وبيهجموا عليها وهي بتفضل تجري منهم لحد لما بيحاصروها وبيكونوا لسه هيخلصوا عليها. لكن بامبي بيسمع صوتها وهي بتنادي عليه فبياخدها جري لحد لما بيروح لها وبيهجم على الكلاب، ولكن بيكونوا كتير جدا وبيتلموا عليه. ولكن بامبي بيقدر يضربهم كلهم، ولكن ساعتها بيكون في كلب بيحاول يوصل لريم فبامبي بيروح له وبيقول لها اجري، لكن الكلاب بيفضلوا يهجموا عليه لحد لما بامبي بيقدر يهرب منهم وبيوقع عليهم الصخرة دي. بيكمل جري ولكن وهو بينط للناحية التانية بيتضرب بالنار وبيقع بامبي في الارض وهو مش قادر يتحرك من مكانه. وساعتها النار بتمسك في الغابة كلها والكل بيهرب منها. ومرة واحدة الملك بيروح لبامبي وبيحاول يشجعه علشان يقوم من مكانه قبل ما النار تمسك فيه، وفعلا بينجح وبيروح مع الملك وبيهربوا من النار وبيفضلوا يجروا لان النار بقت في كل مكان في الغابة. بيوصلوا لحد شلال لكن بيكون في جذع شجرة مولع بيكون لسه هيقع عليهم، ولكن بينط بسرعة في المية. وبنشوف بعدها ان الغابة كلها ولعت وكل اللي فيها عاموا في المية وراحوا لجزيرة قريبة منهم، والكل بيكون طالع من المية ومعاه اطفاله وعيلته ما عدا ريم بتكون حزينة جدا على بامبي لانها بتكون لسه فاكرة ان هو في الغابة. في نفس الوقت بامبي والامير بيفضلوا يعوموا ناحية الجزيرة وفعلا بيقدروا يوصلوا ليها ان بامبي لسه عايش. وبنشوف البومة وهو نايم كالعادة وبيجري عليه خباط واطفاله وبيفضلوا يصحوه وبعديها بيسيبوه وبيمشوا. فبيقول لهم يا جدعان في ايه مش عارف انام. فزهرة بيقول له مش تبارك لي يا راجل، مش انا جبت بتاع صغير كده سميته بامبي على اسم صاحبي. وبنعرف ان في خبر سعيد كمان في الغابة والكل بيجري، وساعتها بنعرف ان في مولود جيل بامبي والكل بيروح علشان يتعرف عليه، ولكن بيكتشفوا ان هو مش مولود واحد دول اتنين وبيكونوا شبه بعض جدا والكل بيكون في منتهى السعادة.